الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، صحفيين وكتاب وأدباء وصحفيات وكاتبات وأديبات في سوريا والمهجر، مرحبا. إذا تناولنا التاريخ الإسلامي بالبحث والتحري على الصعيد الاجتماعي لجهة الأنساب، لجهة الأصول والقبائل والعوائل والأسر، أعتقد أن المكتبة الإسلامية زاخرة بالمصادر التي تعطينا صورة شبه مكتملة، شبه جامعة حول الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن. أصل النبي، أصل القبائل الموجودة في مكة، القبائل الموجودة في الحجاز، في الطائف، في المدينة، في يثرب، كل التفاصيل موجودة أو أغلب التفاصيل موجودة في كتب التراث الإسلامي. من منا يجهل عدد زوجات الرسول وأسماءهن وتاريخ زواج الرسول بهن، وأيهن كانت بكرا وأيهن كانت ثيب؟ هل يوجد هنالك حرج حول تدوين هذه الحقائق فيما يتعلق بزوجات الرسول على الصعيد الوضع الاجتماعي، الأصل والفصل والحسب والنسب، وهل إذا كانت مطلقة أو أرملة أو بكر؟ هل يوجد هنالك شيء خط أحمر في هذا الخصوص؟ لا، حاشا لله، لا يوجد شيء يكتنفه الغموض فيما يتعلق بزوجات الرسول، بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد شيء من هذا القبيل ولا حرج في هذا الخصوص. يعني هنالك تفاصيل ضمن المرويات والسرديات الإسلامية تتعلق بزوجات الرسول، تتدخل فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة. إذن لا يوجد هنالك حرج في هذا الخصوص. ما يتعلق بزوجات الرسول ومن هن، عوائلهن، عشائرهن، وضعهن قبل وبعد الزواج بالرسول، إن كانت أرملة أو مطلقة، ممن كانت متزوجة قبل الرسول، قبل أن تصبح من أمهات المسلمين ومن آل بيت الرسول، أين كانت؟ وما كان هل كانت مسلمة أم لا؟ كل هذه التفاصيل، هذه الأمور واضحة وجلية في كتب التراث الإسلامي، في كتب التراجم والسير وكتب الحديث موجودة، لا يوجد حرج. لماذا البعض من المرضى والمختلين عقليا عندما طرحت سؤال حول هوية زوجة أبو محمد الجولاني رئيسهم الانتقالي المؤقت، ثارت ثائرتهم وكأنني حاشا لله أتطاول على إحدى زوجات الرسول؟ أليس من العار والخزي أن ينحدر المقام بالبعض ممن يحسبون أنفسهم على الوسط الإعلامي أو على الوسط الثقافي أو على الوسط السياسي، ويستهدفون هذه الأسئلة الجد طبيعية فيما يتعلق بالسيدة لطيفة دروبي، قرينة وزوجة الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أحمد الشرع، طالما الأمر
يعني كتب التراث والتاريخ أشبعت درسا وتفصيلا وتشخيصا فيما يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا، لنطوي هذه الصفحة. فيما يتعلق بزوجات الخلفاء الراشدين، بقليل من التحري بإمكان المرأة التعرف على زوجات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. من هن؟ من كان منهن بكرا، ومن كانت ثيب. كل هذه التفاصيل موجودة أيضا في كتب السير والأحاديث والتراجم المتعلقة بالحياة الاجتماعية، الجانب الاجتماعي، هذه التفاصيل الطبيعية المتعلقة بنساء الخلفاء الراشدين الأقربين، صحابة الرسول الأقربين إلى الرسول. فما هو متاح ومباح وشرعي وطبيعي بنساء صحابة الرسول لجهة المعرفة والإلمام والدراية وكل هالتفاصيل، لماذا يصار إلى تحريمه إذا تعلق الأمر في زوجة أبو محمد الجولاني، وكأنه كفر بواح وخروج عن الملة وخروج عن الصحافة ومهنة الصحافة والثقافة والوطنية وأحقاد وطائفية ومن كل ما شاهدتموه حين أثرت هذا الملف. نفس القصة تنطبق على خلفاء بني أمية. معبودهم معاوية بن أبي سفيان. الأمور المتعلقة بزوجاته واضحة، لا يوجد هنالك الغموض الشديد الذي يكتنف شخصية زوجات معاوية بالقدر الغموض الذي يكتنف شخصية لطيفة الدروبي، ونحن في سنة 2025. لماذا يصار إلى تحريم ومنع طرح هكذا أسئلة على أنها شو دخلك وعقد الزواج وهل كانت بكرا وثيب أو كلها؟ هذه أسئلة جد طبيعية تتعلق بشخصية عامة تمثل نساء سوريا. حاليا هي تمثل نساء سوريا. طالما الرئيس الانتقالي المؤقت أحمدكم رئيسكم معبودكم يمثل كل السوريين والسنة، إذا اتفقتم على هذه المسألة، فإذا لطيفة دروبي أيضا تمثل نساء السنة، نساؤكم. كل من يعتبر نفسه مؤيدا ومساندا ومعاضدا هذا النظام بكل ما فيه، بكل موبقاته وانتهاكاته وفظائعه، ويحاول أحيانا تجميلها أو تخفيف الضغط على هذا النظام، ليس بالإجابة على هذه الأسئلة بل بإعطاء تبريرات وتسويغات تخفف من وطأة الجرائم والانتهاكات التي اقترفها نظام الجولاني. إذن أنا حاولت أن يبدو لي أنني ضغطت على عصب شديد الحساسية لدى هؤلاء، ويصار إلى التكتم حول هذا الموضوع. لو الأمر ما في تكتم، ما في غموض، ما في أمور يراد إخفاءها عن الشعب السوري، لما يعني هبت قطعان الزنبيحة، والزنبيحة يعني حاصل ضرب الزومبي بالشبيحة، قطعان الزنبيحة لتهاجمني وتجردني من وطنيتي ومن ثقافتي ومن مهنيتي فيما يتعلق بالموضوع في الحراك الصحافي. حتى معاوية لا يوجد هنالك
غموض في الجانب الاجتماعي، زوجاته ومن هن، طبيعة يعني، مهم هذه الأمور واضحة في ما يتعلق بزوجات النبي، زوجات الخلفاء الراشدين، وزوجات الخلفاء الأمويين، وعميدهم أو عمادهم معاوية بن أبي سفيان. ألا اتركونا من ما ملكت أيمانهم، هذه قصة أخرى. لا، الزوجات الحقيقيات يعني معروفات، لكننا لا نعرف من هي. قالوا لنا أنه اسمها يعني من عائلة الدروبي، لا يوجد شيء يوثق هذا الأمر ويوثق تفاصيل أخرى. يعني أبو محمد الجولاني أيضا ما زال يعني مجهول النسب. كلام الذي قاله حسن الدغيم في حق أبو محمد الجولاني، إذا هو تبرأ منه واعتذر عنه ولم يتبرأ، وهو لم يعتذر عن ذلك الكلام. لا، حتى هذه اللحظة لم يعتذر حسن الدغيم عن الكلام والإهانات والطعن في نسب أبو محمد الجولاني، وقال عنه مجهول النسب. هذا كلام حسن الدغيم، أحد أعمدة نظام مجهول النسب حاليا، طبقا لتوصيف حسن الدغيم. الآن هم حبايب. إذا هو تخلى عن هذا التوصيف، لكنه لم يعطينا المبرر الموثق الذي جعله يتخلى عن هذا التوصيف. ما أعطانا. الآن يقول فخامة الرئيس، ما بيقول فخامة الرئيس مجهول النسب، ما بيعطينا، لا ينورنا، لا يضعنا في صورة الحقائق التي اكتشفها والتي أثبتت بطلان اتهامه لأبو محمد الجولاني على أنه مجهول النسب. ما بيعطينا هاي الدرر والجواهر لكي نتعظ ونقتدي ونحتدي بحسن الدغيم ونشطب على توصيف مجهول النسب. هذه المسائل التفصيلية التي يبدو للبعض بأنها استفزازية، لكنها منطقية وأخلاقية ومبدئية. أنتم فيما يتعلق بتناول حياة بشار الأسد الشخصية تدخلتم حتى في كلاسينه، تدخلتم حتى في كلاسين وستيانات أسماء الأخرس، ومنحتم نفسكم تلك الحرية. يعني الحرية التي منحتموها لأنفسكم وقت ذاك فيما يتعلق بتناول حياة بشار الأسد الطاغية، الدكتاتور السافل النذل الوقع الإرهابي، الكل شيء، وزوجته القاتلة الإرهابية الفاسدة الفاجرة، الكل شيء. أنتم منحتم نفسكم تلك الحرية، لا يمكن أن تصادروها على ناس آخرين فقط ذنبهم أنهم فتحوا ملف لطيفة الدروبي. ومن هي لطيفة الدروبي؟ طيب، مش مشكلة، عرفنا فهمنا من هو أحمد الشرع أبو محمد الجولاني، لكن لا نعرف من هي لطيفة دروبي حتى الآن. يعني شهادة ميلاد، أمور تتعلق بأحمد الشرع مجهولة، بس بشار الأسد معروف، زوجته هذا مش مديح، هذا ليس مديحا ببشار الأسد ولا بأسماء الأخرس الأسد، هذا ليس مديح يعني مديحا أو تنظيفا أو تلميعا لهذا النظام السابق يعني. لكن لا تتستروا بجهلكم وبعصبيتكم الطائفية العروبية السنية على أمور هي من أبسط حقوق السوريين أن يكونوا مطلعين على سيرة وتفاصيل الخطوط العامة. يعني أنا ما قلت شو بتحب، شو يعني الأقرب إلى يعني شو بتطبخ، الأمور هي لا تعنيني في شيء. الأسئلة التي طرحتها في منشوري هي ما زلت عندها،
وبحاجة إلى إجابة، بدلا من التشنيع والشيطنة والهجوم والمزايدات الوطنية والمزايدات الثقافية والإعلامية والتفاصيل هاي. عندكم الإجابات أهلا وسهلا، ما عندكم الإجابات اخرسوا خالص، لأنه بهجومكم تؤكدون أكثر الشبهة، تزيدون الشبهة على لطيفة الدروبي وماضيها الغامض. هذا كان منشوري الذي كتبته ونشرته على صفحتي. من باب التوثيق والتأكيد مرة أخرى أنني ما زلت وسأبقى عند هذه الأسئلة، سأكرر على مسامعكم محتوى ومضمون المنشور. بمناسبة التحرير، من هي لطيفة دروبي؟ هذا هو العنوان العريض للمنشور. أسماء الأخرس الأسد معروفة الحسب والنسب والسيرة والتعليم. طبعا لما بقول حسب ونسب هي من عائلة معروفة، يعني أنا لا يعني الفجور في الخصومة لن أنزلق إليه إنه خلاص نستهدف إنه هؤلاء كانوا قرباط وغجر ونور والقصص. لا 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 لا، أنا مش هيك يعني. وهذا ليس مديحا أصلا يعني. أسماء الأخرس الأسد معروفة الحسب والنسب والسيرة والتعليم، وكيف تعرفت على بشار وأين، وتاريخ زواجهما والأولاد، والمشاركة في الحكم، مشاركة أسماء في الحكم، والكثير من التفاصيل الخاصة والعامة معروف عنها. فماذا عن السيدة الفاضلة لطيفة دروبي زوجة الرئيس السوري المؤقت أبو محمد الجولاني بين قوسين أحمد الشرع؟ هل هذا السؤال فيه شيء؟ هل هنالك وثائق تثبت نسبها إلى أسرة الدرومي؟ نعم هنالك وثائق. أين هي؟ أين هي؟ عادي طالعوا هاي الوثائق. شهادة الميلاد هي مواليد منتصف التسعينات، يعني مش مواليد 1904 حتى ما يكون عندها شهادة ميلاد. وولدت في حمص، يعني مش في البادية. خلاص طالعوا شهادة الولاد وانتهى الأمر، موثقة، وإنه هي أبوها، هي أمها، هي أخواتها، هي التفاصيل عادي. طالعوا هاي الشهادة، ليش يعني مخبينا؟ إذا عندكم، إذا تتوفر لديكم تلك الوثيقة. هل هنالك وثائق تثبت نسبها إلى أسرة الدروبي؟ شهادة الميلاد موثقة تثبت أو تظهر اسم الأب والأم ومن هم أخوتها وأخواتها، أعمامها، أخوالها، عماتها، خالاتها، تفاصيل العائلة. هل ظهر أحد على الإعلام السوري منذ السنة وقال أنه نعم والله أنا بعرفها للسيدة
لطيفة دروبي كانت صديقتي في مقاعد الدراسة في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، والله كنا بنلعب بالحارة أو كنا نلعب بالحي أو بالقرية. ظهر هيك شيء؟ لأ، تعتيم تام، ما في هيك شيء. وطبيعي يعني الشخصيات العادية لمّا بتصير شخصيات مشهورة تطلع هيك أمور. يعني أنا بكرة لا سمح الله إذا صرت شي، الناس بالبلد راح يقولوا والله هذا هو شن كان هيك في الدرباسية، راح إجا في دمشق كان هيك. الآن هيك بيحكوا، الآن وأنا مش مسؤول، فشلون إذا صرت مسؤول يعني لا سمح الله، أكيد الناس راح تحكي. لكن الناس ما حكت في طفولة وشباب وصبا أبو محمد الجولاني ولا بزوجته. منطقة عمياء غامضة، يعني تستحق الأسئلة. الغموض والشبهة هو الذي يثير الأسئلة، مش الصمت والتعامي حول الأمر. شو كمان؟ هل ظهر أحد وتحدث عنها في قريتها في حمص أو يعني أثناء مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية؟ السؤال الأبرز: أين ومتى وكيف تعرفت على الجولاني ومتى تزوجته؟ يعني هي مواليد منتصف التسعينات، 2011، يعني شو راح يكون عمرها؟ يعني المهم هذا السؤال بحاجة إلى إجابة. أين ومتى وكيف تعرفت على الجولاني ومتى تزوجته؟ وهل هنالك عقد زواج مثبت موثق في المحكمة يؤكد على هذا الزواج؟ حتى المحكمة اللي في إدلب يعني مش مشكل، بس يكون موثق ورسمي يعني. أم إن الأمر اقتصر على عقد قران شرعي عرفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ يعني هذا ما كتبته. من يمكنه الظهور ويقول كنت شاهدا على عقد القران؟ شهود سواء كان عقد عرفي أو عقد رسمي في المحكمة ينبغي أن يكون هنالك شهود. آه، من يمكنه الظهور والقول كنت شاهدا على عقد القران؟ هل للطيفة دروبي ضراير ضرة 2 3 يعني وفق الشرع الإسلامي يسمح ب4 يعني؟ سؤال، هل لها ضراير؟ نعم أو لا، خلاص يعني بسيطة. لا، ما عندها ضراير مثلا. عندها ضراير، مين هن الضراير يعني؟ شو كمان؟ هل لها ضرائر تشاركنها قلب وفراش أبو محمد الجولاني؟ عادي، لا حرج في هذا الموضوع. هل أنجبت منه أطفالا؟ لطيفة، هل لديها أطفال من أبو محمد الجولاني؟ نعم أو لا؟ يعني إذا كانت متزوجة من شخص آخر وعنده أطفال من شخص آخر كمان، نعم أو لا؟ انتهى الموضوع يعني. آه، هل أنجبت منه أطفالا عندما تزوجته؟ هل كانت بكرا راشدة أم قاصرة أم ثيبا؟ أسئلة طبيعية، وأسئلة تقال في المحاكم، وأسئلة تقال في عقد القران، إنه هذه الفتاة البكر زوجتك ابنتي البكر الرشيد كذا كذا، من تبادل الألفاظ في عقد القران. هذا شو هذا مش ليس كفرا يعني، هذا ليس خروجا عن الدين والملة عادي. هل كانت نعم كانت بكرا مثلا، كانت بكرا، خلاص أكتفي بذلك، أكتفي بهذه الإجابة، حتى ولو أنه هذه الإجابة يعوزها الدليل. كل واحد يجي يحكي من عنده يعني يطلق كلام هيك عشوائي لا يعوزه دليل، لكنني سأكتفي نعم أو لا. اللي بيقول أنه كانت بكر معناته بيعرفها أنه بالفعل هي بكر، يعني خلاص أنا سأكتفي بهالكلام. بكرا رشيدا، هل كانت بالغة راشدة يعني
أم كانت قاصر؟ إذا كانت قاصر هذه قصة أخرى يعني، هذه فضيحة إنه رئيسنا تزوج من فتاة قاصر عمرها أصغر من 18 سنة مثلًا، في العرف والقانون. في العرف يمكن العرف الإسلامي بيسمح، لكن في القانون المدني وفي القانون السوري يمنع زواج القاصرات، يمنع. فيلا لحقوا حالكم نظام الجولاني، أنا أساعدكم بهذه الأسئلة لتلفيق الوثائق وفبركتها، وطالعوا وثائق منسجمة مع هذه الأسئلة، مع إجابات لهذه الأسئلة، مشان يعني تحفظوا ما أحمدكم وسيدتكم الأولى. هي مساعدة مني، أنا عم ساعدكم في هذه الأمور استباقيا، طالما أنتم قررتم فرض أحمد الشرع علينا زعيما أبديا، وفرض زوجته لطيفة الدروبي أو ما يقال لطيفة الدروبي. لا يوجد شيء يؤكد ذلك يعني. وخلاص ضبطوا أموركم طبقا لهذه الأسئلة. هل كانت بكرا راشدة أم قاصر، أو يعني ثيب، متزوجة، مطلقة، أرملة، يعني انزلقت قدماها إلى الخطيئة لكنها لم تكن متزوجة. بيصير كل هذه الأمور تصير. الحياة فيها الكثير من هيك قصص يعني، لكن هذه أسئلة مفتوحة طالما ما فيش إجابة مقنعة ومنطقية وموثقة يعني. هل كانت مطلقة أو أرملة؟ خلاص، نعم أو لا. مطلقة من؟ مين كان؟ أرملة من كان زوجها مثلا يعني. إذا كانت أرملة يعني، أنا عم بحكي يعني، عم بحط الاحتمالات والأسئلة الاستنتاجية يعني، في حال نعم أو لا. من كان زوجها قبل أن تتزوج الجولاني في حال كانت مطلقة أو أرملة؟ هذه أسئلة جد طبيعية نطرحها أحيانا. مثلا أنا جدي مثلا يعني تزوج من امرأتين، وأنا سبق وكتبت تفاصيل زواجهم يعني كيف كان، ونشرت الموضوع عادي، لا حرج في هاي الأمور. أنتم ليش بتعتبروا هذا الأمر كفرا وحقدا وكراهية وطائفية وانفصالية وزئبقية وانبطاحية وامبريالية؟ شو كمان؟ السؤال الأكثر إلحاحا، الكثير من النساء السوريات والعربيات والتونسيات والمغربيات، مغاربة من هنا من بلجيكا، راحوا انتسبوا للتنظيمات التكفيرية، للقاعدة، لداعش، للنصرة، هون في بلجيكا يعني، وتحملنا الجنسية البلجيكية. جنسيات أوروبية راحوا، أصحاب جنسيات أوروبية راحوا هنيك والتحقوا بدولة الخلافة والجهاد، وجهاد النكاح كمان مشان ما حدا يزعل يعني. التحقنا الكثير من المراهقات القُصّر، التحقنا بركب المجموعات التكفيرية الإرهابية. يعني سؤال طبيعي. السؤال الأكثر إلحاحًا وإصرارًا، ألح تلح إلحاحًا، ألح أصر يصر إلحاحًا. السؤال الأكثر إلحاحًا وإصرارًا هو: هل كانت السيدة لطيفة منتسبة لداعش أو النصرة أو القاعدة؟ في حال كانت الإجابة نعم، يعني الإجابة إما ستكون نعم أو لا. في حال كانت الإجابة لا، خلاص لا. في حال كانت الإجابة نعم وانتسبت لإحدى هذه المنظمات الإرهابية، متى كان ذلك؟ سؤال متى كان ذلك؟ لأن السؤال بيجر لسؤال ثاني: وأين؟ في سوريا أم في العراق؟ انتساب مكان
وزمان انتساب لطيفة الدروبي إلى إحدى هذه المنظمات الإرهابية. يعني هي لطيفة الدروبي ما مشت هيك على قدميها إلى إدلب والتقت بأبو محمد الجولاني فجأة وصار الحب من أول نظرة وقصص الرومانسية المعروفة. يعني ما صار هيك، هنالك قصة خلف هذا الزواج. ما هي تفاصيل هذه القصة؟ وطبيعي أسماء الأخرس وبشار الأسد التقوا في لندن وفي فترة الدراسة وتعرفوا، صار هيك زواج سياسي، علوي على سني على كذا، في خدمة السلطة، معروف. النبي محمد خدم عند خديجة، و يعني كان يرعى تجارته، وبعدين أحبته لصدقه لأمانته وتزوجته، معروف. تعرفه على أم المؤمنين السيدة عائشة، معروف. كيف تم الزواج، معروف. كل هذه التفاصيل معروفة، بس نحن بدنا نعرف أبو محمد الجولاني كيف تعرف على السيدة الفاضلة المحترمة المبجلة لطيفة الدروبي. هل هذا كفر؟ هل هذا خروج عن الملة؟ هذا إنصاف لسوريا والسوريين؟ هيك طرح هيك أسئلة، أنتم شو صار لكم يعني؟ أي في حال كانت منتسبة يعني، أو انتسبت لهذه إحدى هذه التنظيمات الإرهابية، وهذا وارد. أين كان ذلك؟ هل في سوريا أم العراق؟ وما هي المهام؟ مش قضية إنه تروح تنتسب خلاص. يعني في الفتيات النساء، بعض النسوة التي انتسبن لهذه التنظيمات كان الهدف منهم واضح، يعني عاملات جنس وكذا، وواضح إنه الجهاد نكاح وقربة لله. المجاهدين بدهم يعني مزاجهم يكون عالي لما بيروحوا يفجروا نفسهم، خلاص عادي. ومنهم يعني من هذه النسوة التي انتسبن إلى داعش، تنظيم داعش الإرهابي كان له جناح نسائي، تنظيم النصرة له جناح نسائي، تنظيم القاعدة نفس القصة. في حال أنا أفترض إذا لطيفة دروبي انتسبت لإحدى هذه التنظيمات بطريقة أو بأخرى، مثل ما بيقول حمزة مصطفى، بطريقة، هو باحث في الحركات الإسلامية، لازم يتحرى حول هذه الأسئلة ويبحث فيها ويطالع الخمير والفطير كالسابق، يعني قبل ما يصير وزير إعلام للجولاني. المهم، هذه السيدة الفاضلة في حال يعني ثبت انتسابها لإحدى هذه التنظيمات التكفيرية الجهادية الإرهابية، ما هي المهام الموكلة إليها؟ مهام قتالية، مهام دعوية، مهام سياسية، مهام تنظيمية، مهام نسائية؟ شو هي مهمتها، وظيفتها؟ ما هي مش معقول تكون هيك على الهامش. لا، في حال ثبت انتسابها. إذا والسؤال الآخر الاستنتاجي، في حال أنا أفترض في حال ثبت انتسابها لهذه التنظيمات، مثل ما هو مثبت وموثق انتساب زوجها لهذه التنظيمات التكفيرية الإرهابية ومبايعته لداعش وللظواهري، والدكتور الظواهري حفظه الله يعني يسير في توجيهات الدكتور الظواهري كما قالها أبو محمد الجولاني لأحمد منصور في فيديوهاته في الحوار المعروف. هل لطيفة دروبي أيضا فخورة بماضيها ضمن هذه التنظيمات في حال ثبت أنها انتسبت إلى هذه التنظيمات؟ نعم أو لا؟ خلاص، ما تكبروا الحكاية يعني. نعم، هي فخورة مثلا في حال أنه تطلع وتقول نعم كان طيش شباب، مثل جوزها تطلع تحكي مثل جوزها، طيش شباب وخلاص.
ولكنني فخورة بهذا الطيش، مثل أبو محمد الجولاني. بيسألوه عن النصرة وعن داعش وعن القاعدة، بيقول طيش شباب. بعدين بيجي بيسألوه أنت فخور؟ إيه أنا والله فخور بالماضي تبعي، ماضي مشرف أنا فخور فيه. لا يوجد، أنا لم أقتل بريئا، لم أقتل مدنيا. مجنون يحكي وعاقل يسمع. ما لم تقتل مدنيا، أنت في رقبتك يا أبو محمد الجولاني آلاف الضحايا المدنيين الأبرياء في السويدة وفي الساحل السوري وفي عفرين وفي رأس العين. في رقبتك دماء، وفي إدلب في رقبتك آلاف الضحايا السوريين، آلاف، مش شخص واثنين وثلاثة يعني. نرجع لأرشيف النشطاء اللي كانوا الهربانين من سلطة الجولاني وإمارة الجولاني في إدلب. أنت في رقبتك آلاف الضحايا وأنت في السلطة. الأرقام الضحايا اللي على زمن إمارة إدلب هي خليها على جنب، خليها ما بدنا. الضحايا اللي سقطوا في لبنان، اللي سقطوا في العراق، يعني من يعني ثمرة عبقريتك الإرهابية التطرفية الجهادية السلفية، هدول نخليهم. نركز على الأرقام اللي أنت صرت فيها رئيس انتقالي مؤقت. تجي بتحكي وبتبكي وبتشكي إنه لا والله أنا لم يتأذى مني مدني واحد. صدقتك، روح شوف واحد ثاني، أنا صدقتك. مهم، هل زوجته أيضا في حال ثبت تورطها وضلوعها وانتسابها إلى إحدى التنظيمات الإرهابية السالفة الذكر، هل هي أيضا فخورة بهذا الماضي مثل ما جوزها فخور؟ نعم أو لا؟ أجب بنعم، أجيبي بنعم أو لا. يا أبيض يا أسود، اللون الرمادي أنا ما بحبوش، نعم أو لا؟ هذه أسئلة مفتاحية، والكلام لي ليست موجهة إلى حاضنة نظام الجولاني المصابة بهستيريا أسميها بالزومبيحة، وأنا ذكرت شوية الزومبيحة، حاصل جمع أو ضرب الزومبي بالشبيحة. مهم، والزومبيحة هي حاصل ضرب غرائز وتوحش الزومبي بسلوكيات وأخلاق ووعي الشبيحة. بل أسئلتي موجهة إلى الصحفيين، إلى الصحفيين. والصديقة والزميلة العزيزة ميساء قبيق فتحت مجتمع على صفحتها ضدي لأنه أنا وجهت هذه، وصارت تشكك في مهنيتي وفي صحفيتي يعني. الله يعطيها العافية، الله يهديها إن شاء الله. مهم، الأسئلة هذه موجهة إلى الصحفيين الاستقصائيين الذين يعملون على الملفات الخطرة المسكوت عنها. ويمكن لهذه الأسئلة أن تكون أرضية لتسجيل شريط وثائقي حول لطيفة دروبي. فهل القنوات العربية، الجزيرة، العربي، سوريا، بي بي سي، سكاي نيوز، المشهد، قادرة على التصدي لهذه المهمة الصحفية الاستقصائية والإجابة على أسئلتي هذه وفتح هذا الملف، أم سيبقى جل تركيزه على مهمة واحدة رئيسة واستراتيجية، هي صناعة زعيم سوري من مخلفات التنظيمات الإرهابية المذكورة أسماؤها آنفا، القاعدة، داعش، النصرة؟ هذا ما أقصده. هذه أسئلة طبيعية الهدف منها معرفة المزيد عن حياة أحمدهم ورئيسهم الانتقالي المؤقت. ومع ذلك أعلم تماما أن حشود الزومبيحة سيستقبحون هذه الأسئلة. أنا كتبت في المنشور يعني، أنا متوقع يعني أنه، بس ما كنت متوقع أنه ميساء أقبيخ تجي تحكي عني بهالخصوص، وآخرين لن أمنحهم شرف ذكر أسمائهم يعني. المهم، هذه أسئلة طبيعية الهدف منها معرفة المزيد من حياة أحمدهم ورئيسهم الانتقالي المؤقت. ومع ذلك أعلم تماما أن حشود الزومبيحة
سيستقبحون هذه الأسئلة حين لا تكون لديهم إجابات منطقية موثقة عن هذه الأسئلة. انتهى المنشور. هل في هذه الأسئلة كفر بالله؟ حاشا. كفر بأنبيائه؟ حاشا. كتب كفر بكتبه ورسله وملائكته؟ حاشا لله. طالما الأمر يتعلق بشخصية عامة وبرئيس انتقالي وبشأن اجتماعي سياسي وبشأن صحفي، أنتم لماذا ثارت ثائرتكم إذا أنتم كنتم متأكدين تماما من نزاهة وبراءة ونظافة السجل الاجتماعي والسياسي للطيف الدروبي؟ طالما إنكم متأكدين، لماذا كل هذا الحنق والغضب والغيظ والتشبيح والزنبيح؟ يعني لماذا؟ الأستاذة العزيزة الشاعرة والصحفية السورية فاتن حمودي علقت على منشوري هذا وأسئلتي، آه، وعبرت عن رأيها وشككت ب- ب- بنوايا هذه الأسئلة وصاحب هذه الأسئلة وكراهية وكذا والقصص هي. وأنا كتبت رد يعني على آه، الأستاذة فاتن، وهي سيدة محترمة فاضلة يعني شاعرة سورية أحترمها وأحترم زوجها الراحل الشاعر حسان عزت يعني، كان بيننا يعني احترام متبادل. يعني أنا ما بعرف شو اللي تغير، يعني شو اللي تبدل، أو هذه الأسئلة ما اللا أخلاقي فيها واللا ثقافي واللا سياسي واللا صحفي؟ شو شو اللي في هذه الأسئلة ما هو يكتنفه الغموض مثل ما سيرة لطيفة دروبي يكتنفها الغموض، مش أسئلتي. أنا شخص واضح وشفاف وسيرتي معروفة، أبي معروف وجدي معروف وتاريخي السياسي ومعارضتي للنظام السوري معروف. المهم هي علقت فأنا رديت عليها. اسمحوا لي بأن يعني أذكر هذا الرد هنا أيضا، يعني من باب التوثيق والتأكيد. يعني كتبت في معرض ردي وتعليقي أو إجابتي على الأخت والأستاذة فاتن حمودي. كتبت الشاعرة والصحفية السورية فاتن حمودي تعليقا على البوست الذي نشرته حول هوية وحياة وتجربة السيدة لطيفة دروبي قرينة الرئيس السوري الانتقالي المؤقت أبو محمد الجولاني أحمد الشارع. تجدون نصه في السكرين اللي أنا أضفته الآن كمان. آمل أن يتسع صدرها لهذه الأسطر. أولا صباح الخير، هي كتبت تعليقها بدون مرحب بدون صباح الخير، هم أنا أرد عليها لا تحية بالتحية. يعني أولا صباح الخير، أتمنى أن تكوني بصحة جيدة، لك مطلق الحرية في الإجابة عن الأسئلة الواردة في البوست، نصفها أو كلها أو إحدى الأسئلة أو أحدها يعني، ولك حرية عدم الإجابة أيضا في حال كنت تمتلكينها. أنت بتمتلكين الإجابة لكن ما بدك تجاوبي يعني. لكن مصادرة حق الناس في التفكير وطرح الأسئلة التي في ظاهرها استفزازية فهذا أمر غريب عدا عن كونه مرفوض. يعني أنت بتتهميني أنه أنا صادر فرحة الناس وعم تصادري حقي في الكلام وفي حرية طرح الأسئلة في شأن عام يتعلق الأمر بشأن عام. الكلام الوارد في التعليق يعني في تعليقها كلام جميل، كلامك جميل وفي محله، لكن يفترض أن تقوليه لشخص آخر وليس لهوشام بوس. ليش؟ لأنه يفترض بك أنك تعرفينه بأنه تضرر من نظام الأسد حتى أكثر منك. بالفعل أنا تضررت من
من النظام السوري أكثر من ميساء أقبيق، وأكثر من فاتن حمودي، وأكثر من إبراهيم الجبين، وأكثر من مين؟ أكثر من القاطع والماطع وكل هدلونة. أنا تضررت من النظام السوري أكثر من موسى العمر وكوسى العمر وكل الموجودين حاليا في الواجهة الإعلامية لنظام الجولاني، يعني بلاها مزايدة فيما يتعلق بمسألة الضرر يعني. شو كمان يفترض بك أنك تعرفينه بأنه تضرر من نظام الأسد حتى أكثر منك، وهو شنق أكثر من فرح بسقوط نظام الأسد. إذا بترجع إلى صفحتي في لحظات سقوط النظام السابق راح تشوفي هاي المسائل. طبعا أنا لم أعد نشرها من باب التباهي والبروزة وأنه شوفوني أنا في لحظة سقوط النظام السوري قديش فرحت يعني. نعم أنا فرحت بسقوط النظام السابق وبكيت فرحا يعني، لكنني الآن أبكي حزنا، أبكي دما على السويداء وعلى الساحل السوري من هذا النظام الفاجر القاتل اللي هو نظام أبو محمد الجولاني. ليكن معلوما للقاصي والداني، فرحتي كانت شديدة بسقوط النظام السابق، وحزني أكثر شدة على الواقع السوري تحت رحمة نظام أبو الميش وأبو عمشة اللي نازلين تهديدات بالمناطق شرق الفرات، ويعدون العدة لحرب طاحنة ضروس ستطحنهم بإذنه تعالى وترد كيدهم إلى نحرهم، وعلى أعقابهم يولون الأدبار ويرتمون إما في حضن التركي أو في حضن الإسرائيلي. المهم لست أنا، أنه هذا كلامك يا أستاذة فاتن مو أنا اللي يعني يقال له هذا الكلام. هو شنك أكثر من فرح بسقوط النظام الأسد وربما أكثر منك، وطبقا لتعليقك هذا يبدو أنك حقا لا تعرفينني جيدا. أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا من ولد في سوريا سنة 1976 محروما من الجنسية. واحد يولد محروم من الجنسية فقط لأنني كردي، بالرغم من أن والدي ولد في سوريا سنة 1936 وخدم الجيش، وجدي عاش على هذه الأرض حتى قبل ولادة سوريا ككيان ودولة معترف به دوليا. أنا ولدت محروم من الحقوق المدنية، مجرد من الجنسية فقط لأنني كردي ابن كردي ابن كردي، وجدي عاش على هذه البلاد على هذه الأرض ودافع عنها، وكذلك أبي. فأنا تضررت يا سيدتي الفاضلة من هذا النظام. طبيعي راح أكون سعيد وفرحان بزوال الطاغوت الأسدي، لكنني لست سعيدا بهذا الجاثوم الجديد اللي اسمه أبو محمد الجولاني. أما يعني لاحقا للنقطة الأخرى، أنا من ولد في سوريا سنة 1976 وكنت محروما من تسجيل اسمي هوشنق في سجلات النفوس. السيدة أستاذة فاتن، أنت اسمك فاتن، أنت ما كنت ممنوعة، لا أنت ولا أولادك ولا أخواتك ولا عائلتك ولا حدا تاني كان ممنوع من تسجيل المواليد بأسماء أرمنية أو بأسماء شركسية أو بأسماء سريانية، لكنني كنت ممنوعا من تسجيل اسم هوشنق لأنه اسم كردي. هي أنتم ما جربتوها ولا جربها، ولم تجربها أسركم ولا آباؤكم ولا أمهاتكم، أن تمنع أسماء مواليدكم لمجرد أنها أسماء كردية. أنتم ما بتعرفوا طبيعة هيك، لأنه أنتم لم تعيشوها، لم تتذوقوا مرارتها يعني. أنا من ولد في سوريا سنة 1976 وكنت محروما من تسجيل اسمي هوشنق في سجلات النظام، لأن نظام البعث الأسد
بعد أن جردنا من الجنسية السورية والحقوق المدنية، منعنا من تسجيل أسماء أطفالنا بأسماء كردية كمان. لك أخذ منا الجنسية ومنعنا من الحقوق المدنية وبيمنعنا من تسجيل، يعني نحن لسنا مواطنين سوريين، نحن مواطنين سوريين مجردين من الجنسية السورية، وبيمنع فوق ذلك كمان بيمنعنا من تسجيل أسمائنا أو مواليدنا بالأسماء الكردية. هذا كان واقع حالنا اللي أنتم ما عشتوا. صحيح كل السوريين انظلموا وكلنا انظلمنا، لا لا، مش صحيح هذا الكلام، مش صحيح. الشعب السوري واحد في ظلم النظام السوري؟ لا، الكرد تظلموا وظلموا أكثر على أنهم سوريين، هذا هو المنحى العام، وعلى أنهم كرد هذا هو المنحى الخاص اللي أنتم يستحيل تفهموا، لأنه أنتم كنتم مظلومين على أنكم سوريين بس، مش لأنكم عرب، مش لأنكم على قوميتكم، على لغتكم، على أسمائكم، على أغانيكم، على ثقافتكم. أنتم لم تتضرروا، نحن من تضررنا، ونحن نفرح لسقوط هذا النظام السابق، ونحزن أن النظام الحالي يكون مشتق من النظام السابق ويتابع سيره ويهتدي به، يعني يهتدي بخطى الأسدين. هكذا يبدو، يعني هكذا واضح من سلوكه خلال السنة. أنا من كانت لغته وثقافته ممنوعة على زمن الأسدين الأب والابن، وليس أنت. أنا من عارض نظام الأسد من دمشق، ومقالاتي في صحيفة المستقبل والحياة من دمشق بيعرفوا أنا نفسي النقدي ضد نظام الأسد. الأصدقاء الأعزاء الشعراء والأدباء اللبنانيين المحررين في صحيفتي الحياة والمستقبل بيعرفوا، يوسف بزي بيعرف، حسن داود بيعرف، حازم صغير بيعرف، حازم الأمين بيعرف موقفي من النظام السوري عندما كنت في دمشق ودفعت ضريبة ذلك. فمعارضتي لنظام الأسد سابقة على الثورة السورية، وأنا أتحدث كلاما موثقا وهنالك شهود. عدا عن ذلك، شو كمان؟ تعرضت للاستدعاء وللتهديد والملاحقة من قبل المخابرات السياسية والمخابرات الجوية، واضطررت للهرب من بلدي بسبب تلك الملاحقة بداية 2009، وكنت من أوائل من انخرط في الثورة على نظام الأسد، ومئات المقالات والصور والمقابلات تشهد على ذلك. مش بس هيك، يعني حتى في 5 فبراير بتذكر أنه كان اسمها جمعة الغضب أو هيك شيء، قبل 20 يوم، قبل أحداث درعا، قبل أحداث درعا، قبل 15 مارس آذار، لا، في فبراير، في شباط، في 5 شباط، أنا ومجموعة من الشباب العشرات رحنا وعملنا اعتصام أمام السفارة السورية في بروكسل، وهنالك شباب يعني ما زالوا أحياء كرد، أغلبنا كان كرد. أغلب من اعتصموا أمام السفارة السورية في بروكسل في 5 شباط 2011 كانوا كرد، كانوا كرد. وهي أقولها يعني وأنا كنت من بين هؤلاء. يعني عدا عن ذلك الاعتصامات التي شاركت فيها في بروكسل، حتى نحن في ليلة تشييع الشهيد الكبير مشعل التومو حاولنا اقتحام السفارة السورية في بروكسل مرة أخرى. ويعني أنا مش في قفص الاتهام لحتى أبرز أنه أنا كنت مع الثورة ولا كنت. الكل بيعرف أنه أنا كنت مع الثورة، الكل بيعرف أنه أنا دفعت ضريبتها، أنه تأييدي للثورة على النظام السابق، وأنا جاهز لدفع ضريبة معارضتي للنظام الحالي كمان. أنا ثرت على النظام السابق مشان الحرية، أنا ما بيهمني
إنه رئيس الدولة يكون سني أو علوي أو درزي أو مسيحي أو كردي، ما بيهمني. ما بيهمني النظام يكون نظام كردي ولا لا، نظام حتى لو كانت سوريا محكومة من الكرد، إذا كان نظاما استبداديا قمعيا سأعارضه. والدليل أنني عارضت قسد طيلة 13 14 سنة، وعارضت حزب العمال الكردستاني وقتها، وشنق الوطني وشنق المحترم وشنق المثقف عندما كان يعارض حزب العمال الكردستاني وقسد وحزب الاتحاد الديمقراطي. الآن هو شنق الانفصالي، هو شنق القسدي، هو شنق الإمبريالي الزئبقي الانبطاحي الانشكاحي. لأنه ليش يعارض نظام الجولاني وطرح أسئلة مشروعة حول زوجة الجولاني؟ نحن ما هتكنا عرضها، يعني لم نطلق عليها أوصافا شنيعة. السيدة الفاضلة، السيدة المحترمة، بدنا شوية معلومات عنك. مين أنت؟ مين أنت؟ أنا معروف، ما حدا يقول لي من أنت. لا، جولاني من هو؟ زوجة الجولاني من هي؟ مش أنا معروف، معروف قبل ظهور الجولاني كجولاني. أنا عندما كنت أعارض النظام السوري في 2003 2002 2004 2005 2007 2008، الجولاني كان رايح يقاتل بمعية المخابرات السورية، كان رايح يقاتل الأمريكيين في العراق، وكان نكرة غير معروفة. يعني أنا وقت ذاك معروف. أنا أتفوق على الجولاني في معارضتي للنظام السوري. نضالي ومعارضتي للنظام السوري سابقة على الجولاني وزمرة الجولاني، أقولها بفخر وأستند على أرضية صلبة من الوثائق. فما حدا يجي يزايد علي في الوطنيات والقصص هي كلياتها، راح تطلعوا يعني عريانين. أي شيء أيا كان، أي شخص كان يعني يجي يزايد علي في القصص الوطنية وقصص معارضة النظام وفلول وملول والقصص وقسد ومسد، هذه الأكاذيب كلها يعني بتعريكم أكثر. يعني مقصدي بدلا من محاولة عدم الإجابة عن، والكلام موجه للأستاذة وللكل مش للأستاذة فاتن بس، بدلا من محاولة عدم الإجابة أو التهرب من الإجابة عن الأسئلة، أقله كان حريا بك عدم الانزلاق نحو المزايدة الوطنية والثقافية والإنسانية. فبدها مزايدات يعني رجاء، لأنه اللي بيجي بيزايد علي راح يطلع خسران. والاتهام يعني أنا أصادر حق الناس بالفرح. شو حق الناس بالفرح؟ شو حق أنا أصادر حق الناس؟ أنا أطرح أسئلة. الناس فرحت وطلعت وهيست وشتمت وعانت وبايعت. أنا شو؟ أنا كتبت على صفحتي منشور وتفاعل، يعني تفاعل من تفاعل واستهجن من، ويعني مشاهدة المنشور أعتقد بحسب يعني خوارزميات الفيسبوك والأرقام أنه أكثر من 70,000 شخص شاهد هذا المنشور، واللي تفاعل معه في حدود بحدود يعني 1200 أو 1300 شخص. يعني ما عندي مشكلة، أنا أقول رأيي يعني، ويهمني إنه هذا المنشور يوصل ل70، مش اللي بيتفاعلوا. أنا أتفهم، يعني أنا متفهم لظروف الناس. يعني شو كمان؟ لقد أخذت الأستاذة فاتن مضمون البوست إلى مكان آخر تماما، تهربا من الإجابة على أن الأمر سعي وراء إفساد فرح الناس وبخسهم حقهم في الفرح. مش صحيح، مش صحيح يا أستاذي، سامحيني، يعني مش صحيح هذا الكلام. طبعا الأمر خلاف ذلك تماما لمن لديه ملكة الفصل بين النظام الحاكم المؤقت الانتقالي والوطن السوري والمجتمع السوري. إذا فصلنا بين هذين الأمرين، النظام الانتقالي المؤقت، مش كل واحد ينتقد النظام الانتقالي المؤقت وهو يعني ملحد وزنديق وكافر وزنديق وموزمبيق ومن القصص هي، أو أنه خائن وحاقد وطائفي. مش صحيح هذا الكلام. السيدة لطيفة الدروبي
خارج نطاق مقامها الحالي هي سيدة سورية وحسب، لا تعني لي في أي شيء، لكن مقامها يمنح كل سوري بخاصة من هم ضحايا نظام الأسد حرية، يمنحهم حرية طرح هذه هكذا أسئلة أو أسئلة كهذه، بل أكثر منها، لأنها شخصية عامة وفجأة وصلت لمقام تمثل فيه كل نساء سوريا. هلا واحد بيقول ما تمثل السوريين، لا، الرئيس الانتقالي المؤقت يمثل السوريين وزوجته تمثل كمان السوريين ونساء سوريا. حاصل القول يعني العاجز عن الإجابة عن الأسئلة، يعني من المؤسف أو المعيب بالتهجم على الأسئلة وصاحبها وشيطنة المحاولة على أن ذلك تستهدف، أنها تلك المحاولة تستهدف فرحة السوريين بسقوط الأسد. لا، مش صحيح، وكيل التهم وإطلاق أوصاف وكلام هيك عشوائي على عوانه من دون سند أو برهان. مثلما كان من حق السوريين الخوض في تفاصيل حياة أسماء الأخرس الخاصة والعامة، وهذا طبيعي جدا، فمن حق السوريين معاملة لطيفة الدروبي بالمثل، ذلك أنه لا أحد يعلم أو يعرف من هي. اللي بيعرف خليه يطلع ويقول بلا المزايدات يعني. وماذا كانت وكيف ومتى وأين تعرفت على أبو محمد الجولاني إلى آخر الأسئلة التي طرحتها. الوعي النقدي والحدس الصحفي والحق في معرفة الحقيقة كاملة وحرية الرأي لا ولن يقف مشلولا ومغلولا عند أبو محمد الجولاني حتى يقف عند زوجته لمجرد أنها كانت طفلة عندما اندلعت الثورة. طرح أسئلة طبيعية صحفية واستقصائية صار في عرف البعض خوضا في الأعراض وكراهية وحقدا وإفسادا لفرحة السوريين لمجرد أنها طاولت زوجة رئيس سوري انتقالي مؤقت. قبل سنة ونيف كان هذا الرئيس الانتقالي المؤقت إرهابيا كبيرا ملاحقا دوليا منبوذا مكروها من السوريين لأن لحيته ويديه ملطختان بدماء السوريين، وطبيعي أن زوجته أو أن زوجة الإرهابي التي عاشت معه إرهابية وارتضت وطبيعي أن زوجة الإرهابي التي عاشت معه إرهابه وارتضت به لن تكون حمامة سلام. يعني أنا آسف، سواء أن كانت هذه الزوجة لطيفة دروبي أم إحدى زوجات بن لادن أو الزرقاوي أو البغدادي أو زوجات المحيسني أو زوجات الظواهري والشيشاني أو زوجات أبو محمد الجولاني. يعني المقصود مش بس لطيفة الدروبي كشخص وكاسم، كل زوجات الإرهابيين الذين كانوا مع أزواجهم الإرهابيين راضيين عن إرهابهم فهم بكل تأكيد لن يكونوا أو تكونوا لن يكن حمائم سلام، بالعذر منكم. يعني ختاما، يجب أن لا ننسى ويجب أن لا تنسى الأستاذة الشاعرة والصحفية السورية فاتن حمودي وغيرها، يعني وميساء قبيق كمان يعني وغيرهم. يعني يجب أن لا تنسى الأستاذة الشاعرة والصحفية السورية فاتن حمودي أن نظام أبو محمد الجولاني ولطيف الدروبي هو المسؤول عن اختطاف الناقدة والباحثة السورية الدكتورة رشا العلي. وألف تحية واحترام للدكتورة رشا حيث هي، سواء كانت فوق الأرض أو تحت الأرض، وروحها الطاهرة حيث الأرواح الطاهرة تكون. يعني ألف تحية لها.
يجب أن لا تنسى الأستاذ الشاعر والصحفي السوري فاتن حمودي أن نظام أبو محمد الجولاني لطيف الدروبي هو المسؤول عن اختطاف الناقد والباحثة دكتورة رشا العلي والعشرات من النساء في الساحل السوري والسويداء. عليها ألا تنسى أن حشود الجولاني واحتفالاتهم احتفالات النصر شتموا شرف وعرض نساء كرديات قياديات معروفات شخصيات عامة مثل إلهام أحمد وفوزة اليوسف. أنت شفتي الشتائم اللي قيلت في حق فوزة اليوسف وإلهام أحمد؟ هايك تفضلي، هاي هي الشتائم. خلف الله على الامريكان اللي حطوكي، اكيل عن سدك وجدك على ابوكي. حر حر حرية وطلعت وحدة من المشرور اسمها فوزة، ما في رجال بعيلتها ولا جوزة. طلعت وحدة من اصل معدي حل عنا. هذه الحشود وكما شاهدتم هللت للخوض في الأعراض، أعراض الكرد هللت للخوض في الأعراض وشتموا عوائل القياديات الكرديات، ولم يكونوا 1 و2 أو 10 منفلتين، لا كانوا حشودا قطعانا مؤلفة من الآلاف، ألوفا مؤلفة كما يقال. وعليه النسوة في سوريا، النسوة السوريات من علويين ودروز وكرد يستحقون التضامن أيضا والحرص على شرفهم وكرامتهم مثل ما أنتم حريصين على شرف وكرامة والسيرة العطرة الحسنة الغامضة المخفية للسيدة الفاضلة لطيفة الدروبي. يعني شتائم القطعان قطعان الجولاني ينبغي أن تحرك فيكم أيضا تلك الغيرة والنخوة النسائية الحريصة على سمعة لطيفة الدروبي. ينبغي أن تحرك فيكم نفس الغيرة والحرص على شرف وكرامة نساء السويداء ونساء الساحل ونساء الكرد وكل نساء سوريا المتضررات من نظام أبو محمد الجولاني. أكتفي بهذا القدر ومعذرة على الإطالة ودمتم بألف خير.